زينة ايه يا حبيبتي ايه يا حبيبتي. المذيعة سألت زينة بتقول لها مين الراجل اللي لسه معشش كده في قلبك، فقالت لهم لا، قالت لها لا انا ما ينفعش، انا عندي ولاد، ما ينفعش اطلع اقول انا بحب راجل تاني غير ابوهم. يا نهار اسود ومنيل بعد كل اللي حصل ده. بجد انا مش فاهمه ايه ده. إيه لا، وبعدين فقالت عشان كده بقى انا الراجل اللي معشش في قلبي هو ابو ولادي بس. بتلمحي لايه يا حبيبتي؟ بتلمحي ايه اللي يا زينه؟ ده انتوا عملتوا مع بعض بلاوي يا زينه، إيه يعني؟ ده ايه ده انتوا قطعتوا بعض في المحاكم يعني، حتى لو غصب عنك عشان مثلا لازم تضمني حقك يعني. ايه ده يا زينه؟ ده في ايه يا حبيبتي؟ مالك يا زينه؟ ده انا كنت زعلانه عشانك، ده انا كنت بحب احمد عز ده جدا وكرهته بسببك، كرهته عشانك يا زينه كره والله العظيم. فصحيح اللي داخل بين البصله وقشرتها يعني اللي ايه بيقولوا ايه اللي داخل بين البصله وقشرتها ما ينوبك ايه. انتوا عارفين بقى. ايه ده؟ لا يا زينه بجد انا زعلت قوي على التصريح اللي انت قلتيه ده بجد يعني. ليه يا زينه كده؟ انت كلاون قوي يا زينه بجد يعني. ليه كده؟ ليه كده يا زينه؟ بس صحيح بصوا يعني، يمكن الميه ترجع لمجاريها، احنا مالنا في الاخر؟ ده بولادها برضو يعني. بس هي قالت برضو يا جماعه ان هو الراجل بيشوف ولاده، يعني هو الراجل علاقته كويسه معاهم، يمكن صلح ما بينهم، يمكن صلح اصطلحوا مع بعض مثلا، او مش عارفه والله. بس يعني ربنا يهدي، ربنا يهديهم على بعض يا رب، وايه ويرجعوا تاني يعني. هنقول ايه غير كده؟ ربنا يهديه وايه، عشان في الاخر العيله الصغيره دي مالهاش ذنب يعني، بجد يعني. بس هو التصريح بجد غريب. انتوا ايه رايكم؟ اكتبوا لي في الكومنتات يا جماعه. واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل الجرس ده عشان يوصل له كل جديد. زينة ايه يا حبيبتي ايه يا حبيبتي. المذيعة سألت زينة بتقول لها مين الراجل اللي لسه معشش كده في قلبك، فقالت لهم لا، قالت لها لا انا ما ينفعش، انا عندي ولاد، ما ينفعش اطلع اقول انا بحب راجل تاني غير ابوهم. يا نهار اسود ومنيل بعد كل اللي حصل ده. بجد انا مش فاهمه ايه ده. إيه لا، وبعدين فقالت عشان كده بقى انا الراجل اللي معشش في قلبي هو ابو ولادي بس. بتلمحي لايه يا حبيبتي؟ بتلمحي ايه اللي يا زينه؟ ده انتوا عملتوا مع بعض بلاوي يا زينه، إيه يعني؟ ده ايه ده انتوا قطعتوا بعض في المحاكم يعني، حتى لو غصب عنك عشان مثلا لازم تضمني حقك يعني.